الجلاش المصري من غير اي افتكاسات، من غير جبنة موتزاريلا ومن غير اي حاجات غريبة بتغير طعمه، بتخليه حاجة تانية حلوة برضو بس مش جلاش. هقولك ازاي بقى يطلع معاكي مقرمش ومورق وخطير وكريسبي جدا من بره وطري وحلو قوي قوي من جوه. وكمان هقولك طريقة تعصجي بيها اللحمة ترجعك بقى ايام زمان. بصوا بجد قد ايه هو مقرمش وحلو، خطير يا جماعة، بجد هيعجبكم جدا. يلا بينا نشوف بقى بيتعمل ازاي. معايا بقى طاسة كده حطيت فيها نص معلقة صغيرة من السمنة، علشان انا اللحمة بتاعتي فيها نسبة كبيرة من الدهون. حطيت بقى كده حوالي 4 بصلات متوسطين، وكمية البصل دي لنص كيلو لحمة. كمية البصل دي مش كتير خالص، ده الطعم الأصلي بتاع اللحمة المعصجة بتاعت زمان. هنا بقى قلبت البصل لحد ما خد لون خفيف خالص ذهبي فاتح جدا، ورحت مزودة بس حوالي معلقة كده من الزيت علشان تديله لمعة وتخلي العصاج بتاعي بيلمع كده وحلو. اديت له برضو تقليبة، فضلت اقلب فيه لحد ما لونه بقى ذهبي فاتح، انا مش عايزاه يغمق. نزلت عليه بقى بالنص كيلو لحمة المفرومة، زي ما واضح قدامكم كده هو فيه نسبة دهن. انا مش بقلب اللحمة غير لما تاخد الصدمة. هنا بقى كانت الجزء اللي تحت اخد اللون الرمادي ده، فابتديت بقى ان انا اقلب اللحمة بتاعتي بعد ما فتفتها كويس جدا مع البصل. سبتها بقى على النار لحد ما لونها كلها بقت نفس اللون اللي هو الرمادي الفاتح. بعد كده ضفت بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة ورشة خفيفة جدا من القرفة. القرفة مش هتبان خالص في الطعم، حطي رشة خفيفة جدا بس هتدي طعم حلو قوي قوي للعصاج بتاعك. بعد كده ببتدي بقى ان انا اقلب واسيبها بقى تستوي على نار هادية. بعد 10 دقايق بتكون خلاص استوت، ببتدي ان انا اضيف لها معلقة صغيرة كده من الملح. وبعد كده بقلب بقى الملح كويس جدا معاها. انا ما بحطش الملح في الاول علشان اللحمة تستوي كويس. ابتدي بقى ان انا اقلبها كويس، هي كده خلاص يعني فاضل لها مثلا دقيقة وتكون خلاص استوت. بعد كده بقى معايا لفة من الجلاش، استخدمي اي نوع بتحبيه، هي اللفة عموما بتكون نص كيلو. هنقسم بقى عدد الورقات ده، هاخده نص قبل ما احط اللحمة المفرومة، نص التاني بعد ما احط اللحمة المفرومة. صاج بقى اي مقاس او صينية مربعة. بدهن بقى الصينية بتاعتي فرشة محترمة كده من السمنة والزبدة. بعد كده ببتدي ارص الطبقات بتاعتي، بظبطها على مقاس الصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي. وبين كل ورقتين ورقتين كده بحط فرشه خفيفه خالص من السمنه على الزبده، انا بحب الميكس ده علشان بيديها طعم وطراوه حلوه قوي. بعد كده في النص كده بحط بقى اللحمه المفرومه المعصجه بتاعتي الخطيره دي. ابتدي ان انا اوزعها كويس واحاول ان انا مجيش قوي يعني على الاطراف علشان ما تتحرقش. بعد كده اكمل بقى النص التاني اللي فاضل من الجلاش، اي بقى ورق متقطع اي حاجة عادي، كل ده مش هيبان خالص. وبرده كل ورقتين احط كده فرشة سمنة خفيفة لحد ما اخلص بقى باقي الكمية، وفي الاخر بقى احط فرشة تاني كده محترمة من السمنة عشان هي دي اللي هتديها اللون الحلو اللي بيكون على الوش. طبعا الجلاش بيتقطع قبل ما بندخله الفرن علشان هو بيكون طالع مقرمش وناشف، فعلشان يبقى سهل في تقطيعه نقطعه قبل ما ندخله الفرن. انا بقى بقطعه قطع يعني مش صغيرة، بقطعه قطع كبيرة شوية، احنا بنحبه كده عادي. التقطيعة دي زي ما انت عاوزة، ولو في صينية مدورة ممكن تقطعيه مثلثات عادي جدا. اقطعه كويس خالص كده. بعد كده بقى معايا كوباية من اللبن، لبن دافي او لبن بارد عادي يعني مش هتفرق. عملت عليه بيضاية كده وحطيت رشة كده من الفلفل الاسود، ضربتهم كويس جدا جدا مع بعض، مش عايزة خالص البيض يبان. بعد كده بصب بقى الخليط ده على الاطراف كده بتاعت الصينية علشان تبقى طرية، وبعد كده الباقي بوزعه كده في النص وبهز كده الصينية بتاعتي علشان يتوزع كويس. ومعايا بقى حبة البركة، وده تاتش حلو قوي قوي، بيدي شكل حلو وطعم حلو جدا. برش كده شوية صغيرين على كل قطعة، ممكن كمان لو عندك سمسم تحطي، بس حبة البركة بتديله فعلا طعم حلو قوي. بيدخل بقى على فرن سخن على درجة حرارة 200، يطلع بقى بالجمال ده. بياخد حوالي نص ساعة، نص ساعة و5 دقايق كده في الفرن. بصوا قد ايه بجد حلو وكريسبي.
الصينية مش لازق فيها اي حاجة طبعا بسبب دهنة السمنة اللي دهناها في الاول. بصوا هو مقرمش جدا وطري قوي من جوه، مش تقيل خالص ومش دسم. اللحمة بتاعتك لو هي مش دسمة قوي ما كترتيش فيها المادة الدهنية، طالما هي فيها دهون هيطلع حلو قوي قوي قوي. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وياريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.